أهلا بكم. الأمثال الشعبية جزء أصيل من الشخصية العربية. تحس إن في أمثال كتير بتعبر عن حالات حقيقية. يعني تاريخنا المصري والعربي عموما الأمثال الشعبية بتبقى نابعة من الواقع وبتعبر عن حاجات حقيقية. والنهاردة هنتكلم عن مثل يمكن لما نفسره نلاقيه يصلح لحاجات كتير. المثل حضراتكم اللي هو بيقول بره وجوه فرشتلك وانت مايل ايه يعدلك. في ناس بتاخد المثل ده على موضوع فسيولوجي بشكل كوميدي يعني كده، على اساس ان ممكن يتقال لموضوع فسيولوجي. لكن لو معنى نفسر المثل حضراتكم بره وجوه فرشتلك وانت مايل ايه يعدلك، يعني انا قدمت ليك كل المعطيات، ما خليتش حاجة اللي ما عملتها، كل شيء كان جاهز، لكن العيب فيك، العيب فيك انت. ده معنى المثل الشامل. تلاقي حضراتكم مثلا اي نتيجة بتكون لها معطيات، لما تكون المعطيات عندك كلها موجودة، يعني مناخ النجاح، مناخ الشغل من تمويل وهكذا وهكذا، وتلاقي نفسك انك انت محاط بالفشل. بيقولوا بره وجوه فرشتلك وانت مايل ايه يعدلك. فيه ناس بتاخد المثل على نطاق ضيق، لكن حضراتكم المثل مفهومه كبير ومفهومه واسع، بمعنى ان ممكن يكون الانسان مهيأ له كل شيء، او كمان هو ما كانش سبب في التهيئ ده، كان فيه معطيات. يعني انا قدمت لك كل حاجة، اديتك كل حاجة، خليت ان امورك متوقفة عليك انت، وبرغم ذلك انت ما حققتش المراد او النتيجة ما كانتش كويسة. دي اطلالة بسيطة على مثل بنقوله كل يوم او بنسمعه كل يوم، بره وجوه فرشتلك وانت مايل ايه يعدلك. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.